وسهلا بيكم حلوين. فيديو النهارده عملت لكم فكره صينيه تحفه لرمضان، بجد شكلها تحفه. عملتها من خامات بسيطه جدا، مش هتتخيلوا البساطه بتاعتها. تابعوا معايا الفيديو الاخر وشوفوا ازاي عملتها. استخدمت علبة كرتون كانت موجودة عندي. طبعا استخدموا اي علبة تكون قوية متوفرة عندكم بدل ما ترموها. بعدين هنا كده قصيت جزء من مفرش خيامية بتاع رمضان، وقصيت بقى هنا كده اجزاء ظبطتها على قد العلبة من جوه بالطريقة دي. دلوقتي هستخدم هنا كده تيب شفاف، هبدأ ان انا اغطي بيه الجزء ده. هيديه شكل حلو قوي كأنه معمول من طبقة من الريزن، وطبعا تكلفته بسيطة جدا من التيب الشفاف. بس عملت كده في كل الجزء ده زي ما انتوا شايفين، هو ده شكله. عملت كده كمان في باقي الاجزاء اللي احنا هنحطها من جوه. دلوقتي بقى تعالوا نبدأ ان احنا نغلف من جوه. انا مش هحط شمع على طول في الجزء كله، وابدأ ان انا احط القطعة على طول، لان ده هيخليها ما تثبتش كويس زي ما احنا عايزين، ممكن تثبت غلط. فابدأ كده ان انا احط شمع على جزء صغير الاول، بعدين ابدأ ان انا احط عليه قطعة المفرش دي، وهكذا. برضو بعمل هنا كده جزء صغير، بعدين ببدأ ان انا اثبت عليه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وافضل مكملة للاخر لحد ما يتغلف معايا بالشكل ده. عملت كده مع باقي الاجزاء برضو بنفس الطريقة بالظبط. وعايزه اقول لكم ان في خطوه انا نسيتها في التصوير، اللي هي خطوه التزيين. عملت بخرز لوني من فوق وشريط دانتيل بلاستيك. دلوقتي عملت ايد هنا من الستان البني بالطريقه دي، وكنت مضفراه وثبته. واتفرجوا بقى على جمال وحلاوه الشكل النهائي، حرفيا شكلها تحفه تحفه فوق ما انتم متخيلين. اتعمل من تكاليف بسيطه جدا جدا، وده شكلها بالديكورات اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده، حرفيا تجنن. وكمان ما خدتش مننا اي تكاليف خالص ولا اي وقت، اتعملت في وقت قصير جدا. وده شكلها. لو عجبتكم الفكره متنسوش تكتبوا لي رايكم في التعليقات، وتشتركوا في القناه، وتقولوا لي اعمل ايه في افكار المره الجايه ان شاء الله. وكده فيديو النهارده خلص، يا رب يكون عجبكم. متنسوش تشيروا الفكره لاصحابكم عشان يستفادوا. وبس كده، مع السلامه.